طلبة الثانوية الأزهرية، ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي أفضل حال. طبعا صديقي أنا وأنت عارفين إن طالب الثانوية الأزهرية بيواجه صعوبة ومشكلة كبيرة جدا، وهي إنه عنده كم مواد كبيرة جدا، يعني 20 مادة، ما يقرب من 20 مادة، مواد ضخمة جدا. وبالتالي هو بتلاقي صعوبة، ومن الطبيعي جدا إن هو يكون متشتت من ضمن المواد دي كلها. عشان كده عملت لك الفيديو دوت عشان إن شاء الله أجيب لك الحل فيه، وإن شاء الله يكون حل وافي وشافي إن شاء الله. عشان كده استاذنك بس قبل ما نبدأ الفيديو تعمل اشتراك في القناة، إن شاء الله محتوانا كله للثانوية الأزهرية فقط، وأي فيديو هننزله هيكون مفيد جدا ليك. وتشير الفيديو لكل أصحابك وكل الجروبات على السوشيال ميديا. ويلا بينا بسم الله فلنبدأ. أول حاجة صديقي عايزك تعملها وهو إنك تتعامل مع الموضوع يعني بسلاسة وبحرية كده بطمأنينة. وكمان مش عايزك تتعامل بشخصية المظلوم، عشان في طلبة كتيرة جدا من الثانوية الأزهرية لأنها تتشكى وده إنه يشتكي لدوت ويشتكي لدوت. طب أعمل إيه؟ وده إنه يدور على حلول. ما تدورش على حلول، الحل هو اللي هقولك عليه في الفيديو دوت. وكمان ما ادانكش تروح يعني تشكل ده وتشكل ده، تعامل مع الموضوع على إنه مشكلة بسيطة وإن شاء الله هتتحل. تاني حاجة وهي تقسيمة المواد. احنا لو قسمنا ل20 مادة وتعاملنا معاهم على انهم 20 مادة، احنا استحالة نقدر نذاكر، استحالة انت تقدر تذاكر 20 مادة في يوم او 2 او 3. فلازم التقسيمة تتغير، وعشان كده عشان عملت لك التقسيمة كالتالي. اول حاجة احنا عندنا 3 مواد. هتقول لي ازاي يا ابو حميد؟ هقول لك هو عندنا 3 مواد بس. اسمع يا باشا، عندنا اول حاجة الشرعي، تاني حاجة الثقافي، تالت حاجة العربي. شرعي ثقافي عربي، شرعي ثقافي وعربي. تمام كده سيدنا؟ ان شاء الله يكون تمام. تاني حاجه تقسيمه اليوم. هنغير تقسيمه اليوم سنه بسيطه، وهي ان اليوم عندنا فيه 3 فترات. الفتره الاولى هتكون من الفجر للظهر، والفتره الثانيه هتكون من الظهر لعند المغرب، والفتره الثانيه هتكون من العشاء لعند المتناه. تمام. وبالتالي 3 فترات على 3 مواد، من الطبيعي جدا ان كل فترة هتذاكر فيهم مادة، ولكن الموضوع يختلف شوية، لان من الصبح لعند الظهر هتذاكر مادة من المادتين الاولانيين اللي هما العربي والشرعي. تمام. يبقى من الصبح من بعد صلاة الفجر، يفضل يكون بعد صلاة الفجر تذاكر مادة يا اما شرعي يا اما عربي. تقول لي ليه يا ابو حميد؟ اقول لك دي الوقت اللي بيكون المخ في كامل استيعابه وبيقدر يستوعب اي حاجة بدقة شديدة جدا. وطبعا العربي والشرعي عايزين فيهم الحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ. تمام. دي نقطة. تاني حاجة نخش للفترة التانية من الظهر لعند اما نوصل للمغرب. من الظهر لعند المغرب دي يا سيدنا هتذاكر فيهم المواد الثقافية، ولو عندك دروس ممكن تنزلها مفيش أي مشاكل. يفضل يكون دروسك من بعد الظهر لعند المغرب، لأن أساسا هي فترة قصيرة، وفي بقى في صلاة الظهر فيها وصلاة العصر فيها، وفي آخرها صلاة المغرب، وفي غدا، وفي يعني إيه، والجو حر في الظهر في الصيف يعني، لكن في الشتاء طبعا الجو جميل زي ما احنا عارفين. تمام. يبقى عندنا اول فتره هنذاكر فيها يا عربي يا شرعي اللي هي من الصبح لعند الظهر. ثاني فتره هنذاكر فيها الثقافي. هيتفضل لي الفتره من المغرب للعشاء. هقول لك دي فتره راحه، لانك انت بني ادم لازم ترتاح زي اي حد. تمام. ترتاح من فتره المغرب لعند العشاء، اعمل فيها يا سيدي اللي نفسك فيه. تمام. خش بقى على ثالث فتره اللي هي من العشاء لعند ما نوصل لمرحله النوم. تمام. من العشاء لعند ما نوصل لمرحله النوم ديت هتحل فيها على المواد الثقافيه اللي انت خدتها في الدرس. هتذاكر يعني انت بتنزل دروس سنتر، هتذاكر المواد الثقافيه اللي انت خدتها وتحل عليها من العشاء لعند النوم. تمام. وهتذاكر مادتين بس. ولو انت اونلاين هتذاكر في المواد ده في الفتره دهيت مادتين 2 بس، اللي هي من الظهر لعند المغرب. لو انت اونلاين هتذاكر مادتين 2 مواد ثقافيه، وهتحل برضو عليهم من العشاء لعند ما تنام. تمام. نخش بقى على حاجة يعني أنا مستغربها جدا. أنا الحمد لله كنت في إعدادي بطلع الأول على المعهد بتاعي، كنت بجيب درجات بطلع الأول على المعهد بتاعي. ففضلت دورت في الموضوع، لقيت الموضوع اللي في ثانوي اختلف. الموضوع في ثانوي انا بقيت بقلل من مذاكرتي جدا، وطبعا باجي اتزنق في اوقات الامتحانات. ده ما كانش بيحصل في اعدادي. انا في اعدادي كنت باجي ليله الامتحان بنام، يعني ما فيش مشاكل خالص بالنسبه لي.
باجي في ثانوي الامتحانات بتبقى كابوس بالنسبه لي، تيجي ليش امتحان تقعد زنقه الكلاب يا مسلم، ده انك قاعد كده اهوت، يعني ببقى قاعد في المكان دوت ان انا اذاكر، ويعني قلقان لغايه ما اللجنه تيجي. فبقيت ادور، وطبعا زي اي نادي لما بتعثر بيدور في دفاتره القديمه. فبقيت ادور في الدفاتر القديمه واتفحص في الموضوع الى ان اكتشفت السبب، وهو كالاتي. اسمع يا صديقي، انا في الاعدادي كنت بروح دروس سنتر، بروح دروس ايه سنتر، وكنت بروح بقى 3 ايام في الاسبوع. يعني مثلا ماده زي العربي كنت باخدها سبت واثنين واربع، ماده زي العلوم سبت واثنين واربع، ماده زي الدراسات حد وثلاث وخميس. فبالتالي انا بفضل فاكر اي ماده كويس جدا، سواء انا اول حصه بتكون شرحت لي، انا حصه بكون ذاكرتها وبحل عليها، فبالتالي انا ملم بكل الماده، باجي ساعه الامتحان انا ملم بجميع الدروس تمام. فقلت ليه يا ابو حميد ما تطبقش الموضوع ده في ثانوي؟ تقول لي يا ابو حميد انت عشان تطبق ماده تذاكرها 3 مرات في الاسبوع ده حاجه يعني شبه مستحيله. اقول لك لا، ولا شبه مستحيله ولا حاجه. عشان كده عملت لك المفاجاه الحلوه دي، هنذاكر كل ماده 3 مرات في الاسبوع، وكمان هنختلف في ترتيب المواد في كل يوم. يعني لو مثلا السبت خدنا عربي وكيمياء وفيزياء، هنيجي يوم الاثنين هنغير، هنخليها فيزياء وعربي وكيمياء، هنيجي يوم الاربعاء نغير، وهكذا. وعشان كده عملت لك المفاجأة اللي انت داخل اساسا عشان تلاقيها في الفيديو، وهي الورقة دي. الورقة دي يا صديقي فيها كل الحلول اللي طالب الثانوية الأزهرية بيدور عليها، وطبعا عاملينها برعاية القناة بتاعتنا اللي هي كافيه الأزهرية، اللي بعتبره إن شاء الله هيكون أكبر تجمع لطلاب الثانوية الأزهرية بفضل الله ثم تعاونكم معايا. فأتمنى تشاركوني الرحلة ديت، وإن شاء الله نكبر القناة ديت لغاية ما نخليها أكبر مكان لطلاب الثانوية الأزهرية. يعني مثلا لو جينا المادة زي العربي هتلاقيني حاطه سبت واثنين واربع، وكمان حطوا الجمعة عشان العربي طبعا في الأزهر عربية مش عربية واحدة تمام. فتلاقيني حاطط العربي 4 مرات في الأسبوع، يعني أنت منيح من الآخر هتكون دحيح. نيجي مثلا للفيزياء حاططها برضو 3 مرات في الأسبوع، وحاططها في وقت، حاططها مثلا جيت الأربع حاططها المادة التانية، والسبت حاططها المادة التانية، والاثنين حاططها المادة الأخيرة، يعني مادة عشان مادة فهم حاططها ومهتم بيها 3 مرات في الأسبوع. نيجي المادة زي الإنجليزي حاططها اي يومين في الاسبوع، وهما الحد والجمعه، حاطط الانجليزي الحد والجمعه. طبعا صديقي لكل ماده من المواد دهيت هيكون لينا ان شاء الله كلام عنها بالتفصيل مريح جدا والمدقق، وافضل مدرسين ثانويه ازهريه بيدرسوها وازاي تذاكرها وتتعامل معاها بذكاء. ونيجي زي ماده مثلا زي الاحياء حاطط لك الحد والثلاث والخميس بنذاكر فيهم احياء، والشرعي برضه حاطه 3 ايام. والجدول دوت هتلاقيني حاطه لك في قناه الواتساب اللي هتلاقي اللينك بتاعها في وصف الفيديو دوت. وان شاء الله يعني نكون افضل قناه واتساب تهتم بالثانويه الازهريه فقط، واللي عليها قناه واتساب عندنا والله لا اكذب عليها معظم مدرسين الثانويه الازهريه. حاولت ان انا اجمع لك الافضل والصفوه من بينهم. فاتمنى صديقي تكون على القناه ديت وتشيرها لكل زمايلك، فالدل على الخير كفاعله. ولا تنسوا برضو المحاضره نزل لها من يومين، نزلت ملخص لاول محاضره في الاحياء للطبيب الازهري دكتور عبد الرحمن سامي، والراجل اللي يعني كان متعاون جدا معانا، وهو اللي عمل الصوره المصغره بالمناسبه. فاتمنى يا صديقي كل طلاب الطبيب الازهري يسمعوا المحاضره ديت، وكمان كل طلاب الثانويه الازهريه اولى وثانيه وثالثه يشتركوا في القناه، عشان ان شاء الله هننزل عليها محتوى يعني يكون مبدع جدا، وان شاء الله يكون مفيد لكل طلاب الثانويه الازهريه. بس كده صديقي وصلنا لنهايه حل المشكله بتاعتنا، حلناها بافضل الطرق. وما تنساش قناه الواتساب بتاعتنا هتابع معاك الجدول ده يوم بيوم من اول بكره ان شاء الله. فما تنساش تروح عليها وتشترك في القناه وتعرف كل زمايلك ان الطالب الازهري يكون في خدمه كل طلابه وزمايله الازهريه. الطالب الازهري مع اي طالب ازهري يحتاجه ان شاء الله. بس كده صديقي، صلي على النبي وسلام، والقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.